أشرف بن شرقي النهارده كان مزاجه عالي أوي. أشرف بن شرقي النهارده عمل أداء عالمي. أشرف بن شرقي النهارده بيعمل البري أسيست بتاع الهدف الأولاني، وبيعمل أسيست الهدف التاني بطريقة عالمية يا جماعة. لو بصيت على جمال أسيست الهدف التاني يا جماعة، خد الكورة ومشاها على الخط ولعبها مقشرة لوسام أبو علي. أشرف بن شرقي النهارده هو نجم الشوط الأول بالنسبة لي، عمل كل حاجة في الكورة في الشوط الأول بالنسبة لي. والكينج، الكينج بتاعنا وسام أبو علي. وسام أبو علي يا جماعة كان حالف النهارده إنه ياخد هداف الدوري. أنت متخيل معايا؟ لعيب داخل المباراة عنده 6 أهداف، بقيله 6 أهداف علشان يبقى هداف الدوري. النهارده بيجيب 4 وبيعمل أسيست، مساهم في 5 أهداف في مباراة واحدة. النهارده واضح من التسخين كمان يا جماعة إن وسام أبو علي لا مصمم النهارده يعمل حاجة، مصمم يحسم لقب البطولة للنادي الأهلي. بقالنا سنين كتير قوي ما شفناش مهاجم بالتكامل اللي فيه وسام أبو علي. الله يبارك لك يا ابني. الكرة والاجوان تبان سهلة، لكن شوف التحركات يا جماعة. شوف تحركه في الهدف الأول علشان كوكا يلعب له العرضية مقشرة. شوف تمركزه في الهدف التاني وإنه بعيد عن المدافعين عشان أول الكرة ما توصل له يحطها بمنتهى السهولة. شوف الفاول العالمي اللي بقى ماركة مسجلة باسم وسام أبو علي. خلاص يا جماعة، أي كرة على حدود ال 18 أو أي كرة على حدود منطقة الجزاء فاول، اعرف على طول إنها هدف من وسام أبو علي. وسام أبو علي دي الكرات دي بالنسبة له يا جماعة بقت ضربات جزاء، ويمكن كمان أسهل من ضربات الجزاء. هدف ماركة عالمية، ماركة وسام أبو علي. شوف تحركه وتمركزه في الهدف الرابع وانتظاره لعرضية معلول. بيتحرك في المساحة الفاضية يا جماعة، بيتحرك في المساحة اللي المدافع ما يتوقعهاش. الاجوان تبان سهلة زي ما قلت لك، لكن صعبة جدا لأن أساسها التحرك والتمركز السليم